يهوذا فاضل إمام المسجد الأقصى الجاسوس، يهودي يمني تستر بالإسلام ونافس علماءه، وأخذ يؤم المصلين في المسجد الأقصى بالقدس، فأطلق على نفسه اسم الشيخ فاضل عبد الله. هاجر يهوذا سنة 46 من اليمن نحو فلسطين مع مجموعة من اليمنيين، ومن القدس انتقل إلى خان يونس واتخذ من جامعها مقاما له. طعنة يهوذا. سنة 48 دخلت القوات المصرية إلى خان يونس بقيادة الضابط أحمد عبد العزيز، وبات الشيخ يهوذا يؤم الجنود المصريين. وفي أيار من العام ذاته بدأت الحرب العربية الصهيونية. بعد عدة زيارات للشيخ الواعظ فاضل عبد الله إلى المعسكر المصري، تنبه جهاز المخابرات المصرية على الشيخ فاضل الذي كان معروفا لدى أكثر الضباط المصريين، وقد كان في نوبته الليلية ينقل المعلومات إلى الصهاينة.